السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم من جديد على قناتكم التعليمية المفضلة يحيى أكاديمي مع كينج الإنجليزي هتقفل الإنجليزي. النهاردة يا حبايبي إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان أبناؤنا في الخارج لسنة 2025، وده يعتبر أول امتحان رسمي للشهادة الإعدادية. يلا بينا يلا بينا. المحادثة يا حبايبي، نورا is asking her friend Sarah about her father job. نورا بتسأل صاحبتها سارة عن وظيفة باباها. What does your father do؟ بابا بيشتغل ايه؟ طبعا مش هكتب اي حاجة وخلاص، انزل تحت كده. What subject does he teach؟ ايه المادة اللي هو بيدرسها؟ يبقى هو مدرس او معلم. He is a teacher. طب ايه المادة؟ انزل كده تحت، مش تلاقي اي حاجة تاني، خلاص براحتك. اكتب he teaches واي مادة تعجبك. He teaches English. Number 3. Yes, he enjoys his work a lot. أول ما يجاوب عندك بيس أو نو يبقى السؤال ده بفعل مساعد معناه هل. دور على الفعل المساعد واعمل المقص. طب ما فيش فعل مساعد، نرجع للأغنية بتاعتنا يا حبايبي اللي هي مصدر اس ماضي do does did. مصدر اس ماضي do does did. enjoys هنا فيها اس يبقى does he enjoy his work a lot؟ هل هو بيستمتع بشغله؟ سأل سؤال I want to be an engineer، أنا عايز أطلع مهندس، يبقى أنت عايز تطلع إيه؟ what؟ طب في فعل مساعد؟ مفيش، برضه مصدر اس ماضي سمك شطورة do does did. بما إن want هنا مصدر فهجيب do. what do I تحول ل you. what do you want to be؟ what do you want to be؟ أنت عايز تطلع إيه؟ why ليه؟ وسبب ومش. طبعا هتجيب يا إما الوظيفة اللي أنت اخترتها ده بيعمل إيه وتقولها، أو إن أنت تقول عشان دي وظيفة جميلة وتطلع من الفخ إيه اللي هو ممكن يكون عامله لك وأنت مش عارف أصلا تكتب بالإنجلش عن الوظيفة اللي أنت اخترتها. تقول إيه؟ because it is مثلا أو it's a nice job a fantastic job. أوكي، تطلع من الفخ ده إن أنت تقول دي وظيفة جميلة، بس كده. السؤال التاني يا حبايبي اللي هو ملء الفراغات. activities advisable advice waste outdoor. we shouldn't not our time. طبعا احنا عارفين وانت مغمض shouldn't بعدها فعل في المصدر. لو انت دورت فوق هتلاقي في فعلين في المصدر اللي هي advise يعني ينصح، waste يعني يهدر. طب ترجم كده، لا يجب ان نعمل ايه الوقت بتاعنا؟ طبعا نهدر، يبقى waste. اذا number 1 waste. we should do يجب ان احنا نعمل ايه؟ activities هنا انشطه، ده اسم، يبقى انا عايز قبلها صفه. لو انت برضو دورت فوق يا حبايبي هتلاقي ايه؟ في صفتين عندك اللي هي advisable من المنصوح به، واوت يعني خارجي. طب يجب ان احنا نعمل ايه؟ انشطه ايه؟ طبعا اوت خارجيه عشان نكون صحيين. it's not to go walking. انه من ايه؟ المنصوح به، فيرب تو بي بعدها صفه تكون advisable. we can also spend our free time reading or doing any useful ايه؟ useful صفه يبقى انا عايز بعدها ايه؟ اسم، تبقى activities انشطه، سهله جدا. السؤال التالت يا حبايبي القطعة الكبيرة، وعلى فكرة حليناها مع بعض بالكلمة، وأي حد من الطلبة بتوعي هيعرف الكلام ده كويس. Football is the most popular sport all over the world. بيقول لك إن كرة القدم هي الأكثر شعبية حول العالم. خلاص يبقى أنت لو بعد شوية لو سألك القطعة بتتكلم عن إيه، أو إيه الفكرة الرئيسية للقطعة، أو ضع عنوان مناسب للقطعة، ممكن أكتب فوتبول بس، أو أكتب الجملة الأولى كلها. بيقول لك الكثير من الناس بيلعبوها بيشاهدوها كمان بيتكلموا عنها. بيقول لي in football a player can perfectly control the ball with each part of his body except the hands or arms. ركز على النقطة دي. في كرة القدم اللاعب ممكن يتحكم بالكرة بكل جزء من جسمه ما عدا except معناها ما عدا، خد بالك لو مش عارف ترجمها عندك، ايديه والذراعين، طبعا بتبقى لمسة يد. ما عدا مين؟ خد بالك الجول كيبر. يعني الجول كيبر اللي هو حارس المرمى، ده ممكن يمسك الكورة بإيده أو بأي حتة في جسمه. ركز في المعلومة دي. بيقول لك اهو the only person who can touch the ball and even hold it is a goalkeeper. لسه قايلين الكلام ده كويس. جول كيبر اللي هو حارس المرمى. What makes football highly exciting is that ايه اللي بيخلي كرة القدم فيها إثارة ما بعدها إثارة؟ بيقول لك اهو weak teams sometimes beat great famous teams. هيسألك على السؤال ده بعد شوية. ايه اللي بيخلي كرة القدم أكثر إثارة؟ هي الإجابة اهي، عشان مش هرجع لها تاني. الإجابة اهي اللي هي آخر فقرة
أو آخر جملة في السطر الرابع وهاخد السطر الخامس. إيه اللي بيخلي كرة القدم مثيرة؟ أهي weak teams الفرق الضعيفة أحيانا بتغلب الفرق القوية والمشهورة. الفقرة الثانية championships in football are nearly held in all countries around the world. بيقول لك إن البطولات في كرة القدم غالبا بتعقد حول العالم في كل الدول. There are also the continental champions which are called the Cup of Nations. كمان بيكون في بطولات قارية اللي هي اسمها كأس الأمم، زي كأس الأمم الأفريقية وكأس الأمم الأوروبية وهكذا والآسيوية. Football is also included in the Olympic Games كمان في الأولمبياد. But the most important champion إيه أفضل بطولة في العالم؟ هي إيه؟ The World Cup اللي هو كأس العالم. It's a professional championship هي بطولة احترافية. هي اللي هي مين؟ ها ممتاز The World Cup. بعد شوية طالما جاب لك تحت إيد هنا خط اللي هو الضمير هيسألك عليها بعد شوية تعود على مين وأنت مغمض The World Cup. بيقول لك بتنظم طبعا عن طريق الفيفا اللي هو الاتحاد الدولي لكرة القدم and held between تعقد بين إيه؟ national football teams every 4 years اللي هي المنتخبات الوطنية في كل دولة لكرة القدم وكل 4 سنين. Teams of every continent compete to represent their countries to win the World Cup. طبعا بيقول لك المنتخبات دي اللي بتكون من كل قارة بتتنافس بشدة عشان هي تمثل الدول بتاعتها عشان تفوز بكأس العالم حق للجميع. Football is a costly sport as players are sold at very high prices. بيقول لك كمان كرة القدم هي رياضة مكلفة جدا لأن اللعيبة بتنتقل أو بتباع بمبالغ كبيرة. طبعا اليومين دول بنسمع مبالغ رائعة جدا وعالية جدا جدا. طبعا ربنا يبارك للجميع. بيقول لك also millions are paid every year on fields, trainings and sportswear. كمان بيقول لك في ملايين بتدفع كل سنة أو كل شوية بتدفع في الملاعب بقى وفي التدريبات وفي الملابس الرياضية وفي المعدات في كل حاجة. If I were a footballer I would be more famous than even a movie star. طبعا if I were ده الاستحالة. لو أنا كنت لاعب كرة قدم حالة if التانية طبعا أنا كنت هكون مشهور أكتر من حتى النجم السينمائي. طبعا واحد القطعة بتتكلم عن إيه وأنت مغمض على طول. رقم واحد the most popular sport over the world اللي هي أفضل رياضة شعبية في العالم. اتنين في كرة القدم قلت لك عليها من شوية اهي جول كيبر اللي هو حارس المرمى ممكن يلمس الكرة بإيه؟ ها سي طبعا whole body اللي هو جسمه كله. نمبر 3 why is football considered an exciting game؟ ليه كرة القدم تعد أو تعتبر رياضة مثيرة؟ قلناها هناك في السطر الرابع الجملة الأخيرة في السطر الرابع والسطر الخامس آخر الفقرة الأولى يعني اللي هي أحيانا فرق ضعيفة بتكسب فرق قوية. نمبر 4 كأس العالم بيعقد كل كام سنة؟ every 4 year ممتاز كل 4 سنين. عايز عنوان القطع اكتب له فوتبول أو اكتب له الجملة الأولى كلها. إيه تعود على مين؟ The World Cup اللي هو كأس العالم ممتاز. بعد كده الاختيارات. نمبر 1 someone who helps people for no money for free أي حد بيساعد الناس بدون مقابل طبعا وأنت مغمض a volunteer متطوع. tradition أضيف لها إيه عشان تبقى صفة al traditional اللي هي C. عكس one طبعا won the match فاز بالمباراة يبقى lost the match اللي هي B. a nature reserve اللي هي B برضه محمية طبيعية. while we were sitting by the river we saw some طبعا river النيل خلاص يبقى ferries اللي هي المعديات sailing بتبحر. when I was only 7 لما كان عندي 7 سنين I won for a poem فزت بإيه؟ طبعا ممتاز الأخيرة an award يعني جايزة. Number 5 complete the sentence with the correct form of the words in brackets. The film hasn't started yet. ده مضارع تام خلص خلاص. It start طبعا it اللي هي الفيلم والساعة 10 جدول مواعيد حط اس وانت مغمض starts. Which item is most expensive؟ خد بالك عن الجملة دي خادعة شوية. أنا قلت لك قبل كده لما تسأل بهو أو which في التخيير يبقى مقارنة. طب إيه أكبر دليل؟ كمل الجملة كده. Your phone or mine. اعمل على اور دايرة عندك طالما بيخيرك بين اتنين يبقى دي مقارنة. إذا الصح more.
I must go to the club. I am not sure. Not sure مش متأكد وأنت مغمض. might معناها ممكن. They were exciting while watching the match. هم كانوا إيه؟ طبعًا هاصف شعورهم بالصفة يبقى ED excited. I haven't finished my homework. طبعًا وأنت مغمض yet. خد بالك إن رقم 5 حلها في رقم 1 ليه؟ رقم 1 بُص the film hasn't started yet يبقى yet دي اللي تكتبها فين؟ في رقم 5. وأخيرًا يا حبايبي الbiography عن someone you admire شخص ما أنت معجب بيه. هابعت لك دلوقتي أو هانزل لك دلوقتي سكرينة بالموضوع ده وهو موضوع طبعًا مهم جدًا. طبعًا يا حبايبي ده واحد من أهم الموضوعات الترم الأول اللي هو biography about a person you admire سيرة ذاتية عن شخص أنت معجب به، وأنا جايب لك دلوقتي سيرة ذاتية عن نجمنا العالمي محمد صلاح وعربي وإنجليزي، وخُدها screen كده عندك أي حاجة مش عارفها هتلاقي ترجمتها تحت، برضه مش عارفها اسألني فيها. وبكده يا حبايبي نكون الحمد لله وصلنا لنهاية فيديو النهارده، يا رب تكون استفدت ولو معلومة جديدة. عايزك تهدى كده خالص، الامتحانات إن شاء الله تكون سهلة، ربنا يوفقكم يا رب بكرة بالنسبة للمحافظات اللي لسه هتبدأ، ويوفق الأزهر اللي هو بيمتحن already. عندنا إن شاء الله هيكون في live بالنسبة للأزهر يوم الاتنين بالليل الساعة 8 مساءً بالليل لكل الأزهر، وهيكون خلال بعض الأيام بالنسبة للمحافظات. طبعًا إحنا عندنا المنيا هيمتحنوا يوم الخميس آخر يوم إنجليزي، فهيكون عندهم live يوم الأربع برضه الساعة 8 بالليل. لو في أي محافظات تانية هتمتحن في أيام مختلفة يا ريت تكتب لي هنا تحت في الكومنتس اللي أنت محتاجه، وهتلاقي طبعًا على القناة فيديو خاص بالمحادثات والجرامر وكل حاجة أنت عايزها. في النهاية اللهم علمًا ينتفع به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.